السلام عليكم البنات، مرحبا بكم في قناة أميرة كويزين دي زاد. نتمنى إن شاء الله تكونوا كامل بخير وعلى خير. مرحبا بكامل البنات اللي التحقوا بنا، نقولكم مرحبا بكم في القناة. واللي إلا كنتوا أول مرة رايحين تشوفوا الفيديو تاعي ولا أول مرة تدخلوا في القناة، نتمنى إن شاء الله أنها تعجبكم وتشتركوا وما تنسوش تدعموني بلي لايك باش الفيديو يلحق الأكبر عدد من المشاهدة. هنايا البنات اليوم جبت لكم يعني زوج وصفات. وصفة اللي كنت ديجا حطيتها في القناة تاعي اللي هي وصفة العدس الأحمر، يعني شوربة العدس الأحمر لي لونتيكواي. واش نستحقوا فيها البصل كما راكم تشوفوا، زرودية، بطاطا، طوماطيش والعدس الأحمر بيان سور، سنينة تاع ثوم. ونستحقوا التوابل ملح، فلفل كحل، كمون، سكنجبير، فلفله حمراء. واللي يبغي يزيد يعني يبغي يزيد فيها راس الحانوت تقدروا تزيدوا راس الحانوت، تقدروا تزيدوا ثاني مكعب من الجامبو. انا هنايا درت، ما نكذبش البنات، مي ما صورتوش باسكو على بالي كاين بزاف الناس اللي تصيبوا يعني ماشي صحي، يعني انا نطيب به دو طون ان طون. سي بور سا قلت يعني ماشي حاجه ضروريه باش نوريها لكم. سي بور سا يعني ما وريتوش. هنا كيما راكم تشوفوا درت البصل تاعي تقلى، ومن بعد نزيد عليه الطوماطيش، البطاطا، الثوم، الزروديه. الطوماطيش هنا البنات تقشروها ونحوا لها هذاك الدخلاني تاعها، يعني هذيك لا بوب اللي تجي لداخل دو بريفيرونس تنحوها باش ما تعطيناش يعني ذوق تاع الحموضه بزاف تاع الطوماطيش. هنا هذه الوصفه نورمالمون على الطريقه التركيه، كما تعرفوا هما الاتراك ما يطيبوش بزاف بالاعشاب المنسمه، يعني كما ما يطيبوش بزاف كيما حنايا بالقزبر بالمعدنوس، ما يستعملوش بزاف الحشاوش. فوالا هنايا قليتها، يعني خليتها تقلات شويه الخضره مع البصل هذاك، خليتهم شويه تقلاو. نزيد العدس تاعي اللي يكون غير شللته، يعني ما تشمخوش. يعني كاين البعض اللي يشمخ العدس، انا شخصيا عمري ما نشمخ العدس، يعني سورتو هذا الاحمر يطيب بالخف، يعني هذا غليه وهو طاب، ماشي كيما العدس هذاك البني اللي شويه يطول في الطياب. هنا ندير لي زيبيس تاوعي اللي هما توابل، يعني الملح اللي بريتهم لكم في الاول. قلت لكم انا زدت الجامبو. هنا يبقى اختياري، اللي تبغي تزيد اللي ما تبغيش تزيد. ما وريتوش باسكو على بالي بلي يعني الاغلبيه يقولوا بلي ماهوش صحي، عليها ما بغيتش نوريه في لا فيديو. درت كيما شفتوا في الكمون هذا فلفل كحل. هذا الوصفه كان سبق لي وشاركتها معكم البنات، على بالي كاين اللي يكون نقول لهم يعني نخلي لهم فيديو بالك ما يروحوش يتفرجوه. سي بور سا قلت نجمع لكم كامل هنايا. ما شاء الله معوله نعاود كامل الفيديو تاعي القدم اللي كنت صورتهم طوال بزاف، يعني كانوا كاينين فيهم وصفات شابين، من المشكل طريقه التصوير تاعهم كانت طويله بزاف يعني. سي بور سا قلت نحاول كل خطره نعاود وصفه هكا تجي يعني في مده قصيره باش ما يجيكمش الفيديوهات ممله. كما شفتوا درت يعني توابل تاوعي، ملح، فلفل كحل، كمون، سكنجبير، فلفله حمراء. ونخليهم يتقلاو شويه برك، يعني باش ما ينحرقوليش التوابل، غير شويه برك يعني نخلط سيتو. ونمرقوه هنايا بالماء دافي ولا الماء سخون. انا هنا مرقت بالماء دافي باسكو كان عندنا عطل في الكهرباء، يعني ما كان عندي ني الماء سخون، ما قدرت نشعل لا بويوار تاعي، دوكو مرقته نورمال. وهنايا بعد ما طابت الخضره تاعي كيما راكم تشوفوا البنات، خليتها شويه بردت. هنا البنات توجور كي تميكسو بهذا لو ميكسور بلونجون دو بريفيرونس، خلوا الشوربه تاعكم ولا لا سوب ولا اي حاجه راكم رايحين تميكسوها، خلوها تبرد شويه باش تميكسو، باش ما تخسروش الميكسور تاعكم. وهنا زدت لها شويه طوماطيش مصبره وشويه فلفله حمراء. وهنا ذوقوا البنات، الا سبتوها مخصوصه ملح ولا كمون ولا فلفل كحل ولا يعني ذوقوا وزيدوا، نتوما تعرفوا واش هي الحاجه اللي تكون خاصه بالمذاق، تعرفوا واش خص فيها. هنا نزيد نخليها تغلي شويه حتى نتحصلوا على القوام اللي راني باغياتو وسي بون. وهنا دوك نروح نوجدوا المملحات اللي درتهم اليوم بالعجينه المورقه. هنايا هذه بطاطا البنات غليتها برك في الملح وربزتها،
عندي العجينة المورقة، زيتون مقطع شرائح، سنينة تاع الثوم، حبة بيض والفرماج. هنا يعني على حسب الكمية اللي تكونوا رايحين ديروها البنات. معدنوس مقطع، طون دو بريفيرونس اللي يكون في الزيت البنات، اللي يكون في الزيت، طون تاع الزيت ماشي اللي تجي ناتور. فلفل الكحل، شويه كمون ولامبورتو بياس باش نقص العجينه تاعي. هنا نبدا نخلط كيما قلت لكم البطاطا، غليتها يعني عادي في الملح، في الماء والملح وربصتها. نزيد كامل المكونات تاعي. هنا الفرماج انا درت 3 البنات، ولا كنتو رايحين ديروا كميه كبيره يعني ديروا كثر على حسب الكميه اللي تكونوا رايحين ديروها. انا البطاطا هنايا غليت حوالي 3 حبات صغار، كفاتني يعني عادي، يعني تغرم الله يبارك. زدنا نكرازي الثوم، يعني طريقة ماشي يعني مملحات، طريقة اقتصادية ما فيهمش بزاف مكونات اللي زعما غاليين ولا، تعطيكم ديجا كمية لاباس بها، وثاني ذوق تاعها هايل البنات. نتمنى ان شاء الله انكم تجربوها، بالك تقدروا حتى تعتمدوها في شهر رمضان الكريم. فوالا هنايا نزيد الطون تاعي، نخلطهم شويه ومن بعد نزيد البيض. وهنا نكسر الحبه تاعي تاع البيض كيما راكم تشوفوا، ونخلطوا كامل المكونات مع بعضها البعض بالفرشيطه تاعنا. يعني نحاولوا نخلطوا كامل هذاك البيض والصوالح الاخرين اللي بقاو، ومن بعد نديروا التوابل. هنا جبت العجينه المورقه البنات، تبغوا تصنعوها في الدار صنعوها في الدار، ولا اللي تبغي تشريها واجده. انا كانت عندي هذه الوجده استعملتها. كيما راكم تشوفوا الشكل حسب الرغبه تاعكم، انا درتهم هكا يعني دوائر، نبدلوا شويه يعني ماشي توجور نديروا هذوك جو تاع لي كرواسون ولا. هنايا كيما راكم تشوفوا قص الدوائر، قص الاولى على الزوجه، نحط الاولى فوق زوجه وانا نقول، ونقفلهم بالفرشيطه. البنات ما ديروش الماء، باسكو كاين بزاف اللي يقفل بالماء، وهنا في لاباط فيتي الماء ما راحش يخلي لو فيتاج تاع لاباط يطلع، يعني فا باس ديفلوبي لاباط تاعنا، فا باس ديفلوبي ماشي حتطلع. سي بور سا يحاولوا تلصقوها غير هكذاك. وهنا بعد ما كملت نطليها يعني دهنتها بصفر بيض، يعني صفر بيض عادي ما نزيدوا له والو. ونكون ديجا اونتر دو درت الفوغ تاعي يسخن على درجه حراره 180 درجه، والطيب ديروها الطيب يعني على حسب الفرن تاعكم. تقدر تدي لكم 20-25 دقيقه يعني على حسب الفرن. هنا نجيب نزوقها بالفرشيطه كيما نبغي. قلت لكم البنات الشكل اختياري، ديروا كيما تبغوا نتوما. انا درت هذه الطريقه، وانتم ديروا الطريقه اللي تعجبكم. الا تبغوا ديروهم يعني ديروا دويرات تحطوا في الطرف وتقفلوها على روحها كيما لي سوفلي ولا هذوك، يعني نتوما لكم حريه الاختيار. انا برك نعطيكم الفكره وانتوما طبقوها كيما تعرفوا. وندخلهم هنايا للفرن يطيبوا على درجه حراره 180 درجه كيما قلت لكم. الفرن لازم يكونوا مسخنينه من قبل البنات. وهنا ها هم المملحات تاعنا وجدوا، والشوربه تاعنا راهي واجده. حطيتها لكم في السيرفيس تاعي المورد هذا السيرفيس عزيز عليا، جاني كادو في عرسي، يعني بقاو لي كلكو زاسيات منه. راكم تعرفوا مع الدراري بقاو لي كلكو زاسيات، يعجبني بزاف مالغري لا مود تاعهم لي ديباسي، مي كامام هديه تقعد هديه. هذه فيما يخص الشوربه تاعنا البنات، تجي بنينه بزاف بهذه الطريقه، ويعني ما فيها لا لحم لا والو، تجي بنينه تجي هايله. وهذو هما المملحات تاعنا كيما راكم تشوفوا فيهم كيفاش جاو كيف جاو يشهوا. هنا الا كانت عندكم عجينه مورقه تاع الدار من المستحسن نشوفوا كيفاش يطيبوا على 180 درجه البنات. نحل لكم تشوفوا وحده كيفاش جات دايره من الداخل. هنا راه سخون ما قدرتش نقسمو. شوفوا كيفاش تجي البنات، تجي هايله وما تجي لا معجنه لا والو، يعني الطيب مليح وجات مورقه. هذه هي البنات فيما يخص الوصفه تاع اليوم. نتمنى ان شاء الله يكونوا عجبوكم. نقول لكم تهلاو في رواحكم وما تنسونيش باللايك، ونقول لكم الى فيديو قادم ان شاء الله.